بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني كمان مره وحشتوني. النهارده عندنا روتين مسائي جامد جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض شويه حاجات وهتتنشطي وتقومي بقى من تحت البطانيه اللي انت لازقه فيها ديت. هنقوم دلوقتي نعمل مع بعض كل حاجه. النهارده تاني يوم، مش في نفس اليوم بتاع امبارح، لا، اليوم بتاع امبارح خلص الحمد لله لحد الغدا، وبعد كده ما قدرتش ان انا اكمل خالص. فالنهارده بقى تاني يوم بس بعد الغدا، يعني حبيت ان انا نصور بعد الغدا، لان عملت اكله شعبيه كده وعملت معاكم كذا مره، فالموضوع ما كانش مستاهل ان انا اصور يعني اليوم من اوله. انا قلت عندي شغل كتير قوي، خلينا بالليل كده نصور مع بعض ونشوف هنعمل ايه. تعالي بقى معايا نشوف اول حاجه هنعملها ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحطي اللايك بتاعك. طلعت درج الفريزر اللي انتوا شايفينه دوت كده، حسيت اللي هو متبهدل اخر بهدله، فحطيت فيه شويه ميه بحيث مثلا لو في حاجه لازقه كده ولا كده تبدا اللي هي تفك معايا عقبال ما اغسل المواعين. تمام كده؟ تمام. عندنا مواعين كتير قوي، وعندنا كمان حاجات كتير قوي عايزين نعملها النهارده في اليوم بتاعنا دوت. يلا بقى قومي اتنشطي، لو وراكي حاجه عايزه تعمليها قومي اعمليها، وراكي مواعين عايزه تعملي حاجه في المطبخ، يلا انا بتكلم معاكي اهو، وان شاء الله هسليكي وتخلصي كل اللي وراكي باذن الله. كده اول حاجه عملتها اللي انا لمعت يعني كده عند الرخامه شويه، وبدات اللي انا احط الكتل، وطبعا اتاكدت تماما اللي مفيش ميه على الرخامه، فحطيت الكتل وظبطت مكانه، والكوبايات اللي كانت محطوطه حطيتها في الحوض، لان عندنا النهارده مواعين جامده جدا جدا جدا، شويه مواعين كده محترمين يعني ربنا يكتر من مواعيننا ومن اكلنا والحمد لله. اوعي تكوني بتزعلي لما بيكون عندك مواعين كتير، لا 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 لا، ازعل انا بقى منك. لما يكون عندك مواعين كتير يبقى عندك الخير كله في البيت. صدقيني الموضوع دوت حلو قوي قوي قوي، او لو انت ما تعرفوش اديكي يا ستي انا بقولك عليه اهو دلوقتي. المواعين معنى كده البيت فيه خير وفيه بركه وفيه اكل وفيه شرب، في حاجات، في خير كده جاي من عند ربنا. عندي بقى شويه مواعين كده محترمين شويتين ثلاثه. هبدا اول حاجه بالكوبايات، وطبعا جبت الاسبونشه اللي انا وريتها لك في الاول، لان الاسبونشه التانية دابت خالص، فقلت لا نطلع بقى الاسبونشه اللي هي فيها ابتسامه ديت او مبتسمه شويه. حزمه نعناع جوزي جايبها لي بقى وهو جاي من الشغل وكده، فقلت بقى احطها بقى في كوبايه ميه كده عشان ما تتبلش بسرعه يعني. وندخل بقى على المواعين ونغسل بقى المواعين بسرعة بسرعة بسرعة، علشان خاطر نخلص اللي ورانا بسرعة بسرعة، علشان خاطر يبقى لينا وقت اللي احنا نقوم نشوف حاجتنا. صدقيني لما بتخلصي الحاجة اللي وراكي اول باول وبتنجزي فيها بسرعة، بيبقى مثلا عندك وقت اللي انت مثلا عايزة تعملي شوية الحاجات اللي هي بتخلي ريحتنا حلوة ديت، او بتخلي شكلنا حلو مهندمين كده. عايزة تعملي رجلك بديكير مانيكير، الكلام اللي انتوا عارفينه دوت، مش محتاجه ان انا اقوله لكم، بس احنا بنفكر بعض بس يعني. عارفه في كومنت كتب لي قالت لي يا هبه الوقت بيضيع مني بسرعه قوي ومش بعرف الحق اعمل اي حاجه لنفسي. عايزه اقول لك اللي انت ممكن تظبطي تايمر الموبايل على وقت معين. ازاي يعني انا دخلت اوضه النوم، محتاجه ان انا اروق اوضه النوم دوت ديت مش دوت ديت في خلال مثلا انا بقعد فيها ساعه مثلا، السرير والارضيه والتسريحه، ولو في هدوم مثلا عايزه تتطبق وتتحط في الدولاب، الموضوع كده. لا، انا اظبط التايمر بتاع الموبايل بتاعي على مثلا 20 دقيقة او 15 دقيقة، هتلاقي نفسك انت انجزتي بسرعة قبل ما التايمر يخلص. هتلاقيك انت خلصتي الأوضة وعطرتيها وخليتيها نظيفة وزي الفل، وهكذا أوضة الأطفال والمواعين ويومك كله. لو مشيتي بالمبدأ دوت مش هتحتاجي بعد كده تايمر، هتخشي تعملي حاجتك وهتبقى عارفة الوقت اللي انت هتعملي فيه الحاجة بتاعتك ديت هتاخد قد ايه. اكيد فاهمين. بكده بقى هيبقى عندك وقت اللي انت تخلصي فيه حاجة لنفسك. عاوزتي تعملي مثلا شعرك حمام كريم، تاخدي شاور كده جامد كده من اللي هو بيقعد نص ساعة في الحمام ولا ساعة دوت، بنعيش اللحظة في الحمام وكده يعني. مش بقى الشاور اللي هو بيتاخد في دقيقتين وثلاثة عشان العيال بتعيط بره وورايا هم ما يتلم. لا لا لا، لما تخلصي اللي وراكي اول باول صدقيني الموضوع بيختلف.
طبعا بقى خلصنا الكلام اللي احنا بنتكلمه، وندخل بقى في الكلام اللي هو المهم فالأهم. ايه هو المهم فالأهم؟ اللي انت تحمدي ربنا كتير وتستغفري اكتر، و يعني تقعدي كده تذكري ربنا اكتر واكتر. صدقيني الموضوع دوت هيفرق كتير قوي في حياتك. شكرا جدا ليكم، شكرا لكل حد امبارح كلمني وقال لي يا هبه مالك زعلانه من ايه؟ وحيدي الله، لا اله الا الله، انا موحده الله الحمد لله. انا بس بيجي عليا اوقات كده ببقى مخنوقه، متضايقه، مش عارفه. وعايزه اقول لكم كمان اللي انا يعني سبحان الله ابقى مخنوقه ومتضايقه ومش طايقه نفسي، وادخل الفيسبوك دوت اتعكنن واروح خارجه تاني. انا مش عارفه بصراحه، تحس اللي هو بيبقى عارف اللي انا مكتئبه، فبيجيب لي البوستات كلها او الكلام كله على حاله الاكتئاب اللي انا فيها او على حاله البؤساء اللي انا فيه. فمش عارفه اروح معيطه العيطتين اللي انا بعيطهم قدام الفيسبوك بسبب الحاجات اللي انا بشوفها والكلام اللي انا بقراه. تحس ان هما بيتكلموا عليا، مش عارفه مش عارف. فقررت ان انا ايه يعني ما تعبش دماغي ومش داخله امك تاني، يعني مش هدخل الفيسبوك ده تاني. حاجه بصراحه تحرق الدم يعني. ما اكون مخنوقه وزهقانه كده، طب جربي كده انت كده مع نفسك، هتلاقي نفس اللي انا بقوله والله بيحصل، مش عارفه ليه. المهم سيبكوا بقى مني وتعالي نتكلم في اي حاجه تانية كده عقبال ما نغسل المواعين. امبارح لما قلت لكم اللي انا بستغفر كتير وكمان بقول لا اله الا الله 1000 مره في اليوم، لقيت في واحده برضو كتبت لي كده في الكومنتات قالت لي انا بعمل زيك، وفي واحده تانية قالت لي يا هبه شغلي الرؤيه الشرعيه. عايزه اقول لك اللي انا فعلا لما بكون تعبانه ومخنوقه بشغل الرؤيه الشرعيه، وبحط راسي على المخده كده وبشغل الموبايل جنبي على المخده، بحس ان انا في ارتياح نفسي من جوايا. يعني الاحساس دوت حلو قوي قوي قوي. حبيت اللي انا اقوله لكم برضو لما هي فكرتني بيه. انا فعلا بعمل كده. ولو انت فعلا مخنوقه واعصابك تعبانه متضايقه، مش شرط يكون عندك مشاكل او مثلا حاجه، لا ساعات كتير انتوا عارفين الستات كئيبه يعني، فبنخلق لنفسنا اي حاجه تزعلنا وخلاص. المهم انا الحمد لله بقيت كويسه احسن من الاول بكتير قوي. الحمد لله الحمد لله. كان نفسي في اخت واحده، طلع لي اخوات كتير قوي على القناه. بجد بحبكم جدا جدا جدا. يمكن انتوا ما شفتونيش ولا انا شفتكم، لكن والله العظيم بنحب بعض جدا وبحبكم جدا جدا جدا. ربنا يخليكم في حياتي. دلوقتي هعمل ايه بعد ما غسلت المواعين وظبطت كل حاجه والدنيا تمام؟ عندي بقى درج الفريزر دوت زي ما قلت لكم امبارح، اللي انا هبدا اللي انا افضي الفريزر واحده واحده وانظمه علشان خاطر نستعد بقى للتفريزات بتاعه شهر رمضان. هغسله بقى كويس جدا دلوقتي من بره ومن جوه، وكمان هشطفه. اي نعم المكان ضيق وعذبني شويتين 3، ويمكن لاول مره بغسل درج الفريزر. مشتريه الفريزر بقالي كتير لكن ايديا فيه على طول ومش بيحتاج اللي هو يتغسل بصراحه. لكن المره دي قلت لا، ما تنزل المره دي هغسلك يعني هغسلك. المهم غسلته زي ما انت شايفه كده، وبحاول ان انا اشطفه. الاماكن اللي انا مش عارفه اجيب فيها ميه من الحنفيه بقيت املى الكوبايه واشطفها بيها. لكن هو اتغسل وبقى زي الفل الحمد لله، وزي ما انتم شايفين كده. ولو انت عندك الدرج كده بالراحه على مهلك وانت بتغسلي احسن يتكسر منك. يوسف ابني كان هيكسرهولي، فعارفين صوتت مش قادره اقول لكم ايه اللي حصل. لقيته ماسكه كده، ايه ده في ايه؟ هتكسرهولي زي درج التلاجة كده يعني، فاهميني يعني زيكم بالظبط. المهم حطيته بره على ترابيزه السفره علشان خاطر يتصفى. فرشت كده فوطه قديمه عندي وسبته بقى يتصفى كده شويه. مرضتش احطه في الارض علشان خاطر مكه ويوسف احسن يكسروه. اللبن بقى بتاع امبارح اللي انتوا قلتوا لي ايه اخباره، قطع ولا ما قطعش؟ انا قلت لكم اللي انا بفضي اللبن وانا قلبي حاسس اللي هو يقطع، وانتوا ما صدقتونيش. اهو قطع اهو، شفتوا بقى. حطيته بقى في التلاجة بعد ما قطع، استنيت لحد ما برد وبعد كده حطيته في التلاجة. ودوت تاني يوم بالليل مش في نفس اليوم. طلعته من التلاجة، بدأت اللي انا اصفيه. طلع منه كمية شرش مش قادرة اقولك، او اللي هي اللبن اللي هو فهماني اكيد. المهم الميه دي انا مش هرميها. الميه دي انا هدخلها لإلا في مش عندي، لإلا هعجن بيها معجنات. يعني ايه يعني هعمل بيها مثلا قرصتين مثلا، باتيه، اي حاجه يعني، اي حاجه من من القرص الفلاح اللي انتوا عارفينها او من المعجنات اللي انتوا عارفينها. بحاول بس ان انا اصفيه كويس جدا من الميه بتاعته. دي بقى هعمل فيها ايه دوت، هحوله لجبنه. ممكن احط عليه شويه ملح ويديني نفس طعم الجبنه القريش بس كريمي شويه، بس طبعا متفتفته.
مش قطع. او ممكن كمان احط بقى عليه مثلا ايه شويه مكونات كده كنت عاملاها معاكم قبل كده على القناه، ونحوله كمان لجبنه كريمي، اللي هي الجبنه اسمها ايه، اللهم صل على النبي، جبنه كيري او جبنه كيري. او ممكن احطه في المش زي ما هو كده، احط عليه ملح واحط عليه شويه شطه واروح حطاه زي ما هو كده في المش، برضو بيبقى طعمه حلو. سواء كده او كده فانت ليكي حرية الاختيار، المهم اللي هو ما يترميش. ها، احنا ما بنرميش حاجة ابدا. ايوه ايوه، ما بنرميش حاجة ابدا، يعني الحمد لله بنستفاد من كل حاجة عندنا. طلع بقى شوية مية تانية هصفيهم برضو على المية اللي طلعت اهو. يعني بصوا انا حلفت اللبانة لحد ما قالت لي خلاص انا خلصت، يعني كفاية كده لحد كده. عايزه اقولك اللي انا بحب طعم الجبنه بتاعه اللبن القاطع، يعني اللبن القاطع دوت لما بيتعمل جبنه بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. ولو عايزين اللي انا اعملها معاكم قولوا لي، بس مش المره دي، المره الجايه لما يقطع المره الجايه، او اقطع لبن مخصوص عشانكم، يعني انتوا غاليين على قلبي. لان هو لو اتقطع اصلا مش هنرميه، احنا هنستفاد بيه وهنعمل بيه حاجه جديده كده. خلاص ممكن نستعملها كجبنة قريش، بس طعمها حلو قوي. للناس اللي بتحب الجبنة بقى حادقة شوية ممكن تحطي شوية ملح كده وشوية شطة. طبعا بقى دخلت بقى الحاجات دي التلاجة، وهبدأ اللي انا اغسل بقى معاكم الحلة بتاعة الحوض وكمان اللبانة ونظبط كل حاجة مع بعض. عايزه اقولك بقى اللي دلوقتي الميه بقت ضعيفه جدا جدا جدا. شفتي في اول الفيديو كانت الميه عامله ازاي؟ بصي الميه كل شويه عماله تضعف وتشد شويه، تضعف شويه وتشد شويه، اما شلتني في الاخر. بس حمدت ربنا اللي انا خلصت وكل حاجه كانت عندي خلصت. خلاص فاضل التفنيشات الاخيره دي. بس عايزه اقولك اللي انا اتشليت بصراحه بسبب التفنيشات الاخيره دي. الدنيا كانت بايظه لسه محتاجه اللي هي تتظبط، والميه بقت ضعيفه قوي. حطيت شوية مية في البانيو بتاعي اللي هو الميني بانيو، وناس كتير قوي بتسألني عليه كل مرة في الكومنتات. البانيو ده سعره 10 جنيه، هتلاقيه عند اي محل بيبيع ادوات منزلية، او اي واحد بيفارش يكون بيبيع بلاستيكات كده في الشارع هتلاقيه عنده. يعني مش غالي هو، علشان خاطر يبقى في محلات بتبيعه هتلاقيه عندي دوت وهتلاقيه عندي دوت. حطيت ميه وكلور وشويه صابون من اللي احنا بنغسله، ونقعت فيها الفوطين اللي احنا استهلكناهم طول اليوم بتاعنا وهلكوا معانا اخر تعب. طبعا كان عندي بقى لبن بقى صابح كده لسه جايباه، فهبدا اللي انا افضيه، عشان قلت لكم الروتين دوت روتين مسائي، وانا متعوده على طول اللي احنا بنغلي اللبن بالليل. عايزه اقول لكم اللي انا عامله لكم مفاجاه جامده جدا جدا الفتره اللي جايه في تفريزات رمضان. يعني هنعمل تفريزات وهنعمل كل حاجه من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في شهر رمضان عندنا في البيت. هنعمل الجبنه القريش، وهنعمل الزبده الفلاحي، وهنعمل كمان اللبن الرايب، وكمان هنعمل ايه قولي انت، الزبادي الساده والزبادي بالفراوله، عشان نشجع الولاد اللي هي تعمل الموضوع ده. اشتركي بقى وفعلي الجرس عشان خاطر لما اعمل اي حاجه من الحاجات دي تنفذيها ورايا على طول، ونظبط مع بعض كل حاجه. كده بقى حطيت اللبن على البوتاجاز، وطبعا كنت ظبطت البوتاجاز وغسلته وخليته نضيف وزي الفل. بس تقريبا المقطع دوت انا ما جبتهوش او ما تصورش حاجه زي كده، يعني مش فاكره. المهم عندي بقى هنا جبنه رومي. طبعا انا لما جيت افضيها في العلبه انا متعوده على طول اللي الجبنه الرومي بحط بين كل طبقه وطبقه بحط كيس بلاستيك. انا لقيت الجبنه الرومي ديت مش لازقه ببعضيها، في جبنه رومي تلاقيها بتلزق في بعضيها كده متزيته، وفي جبنه رومي لا. فانا لقيت ديت كويسه، فقلت خلاص بلاش بقى طبقه البلاستيك اللي انا بحطها دي. وحاولت ان انا ما احطهمش كلهم في حته واحده، يعني متفرغين كده عشان ما يلزقوش في بعض. طبعا الجبنه البيضه التانية فضيتها في العلبه برضو. دي جبنه اللي هي اسمها اللهم صل على جبنه مزبده، اللي هي جبنه تلاجة بس مزبده، بتبقى طعمها حلو قوي. هدخل بقى الحاجات دي كلها كده التلاجة معايا علشان اخلص منها، والدنيا عندي تبقى رايقه ونضيفه وزي الفل. خلي بالك اللبن على النار يا هبه. ايوه مركزه والله مركزه. ما تخافيش مش هيفور مني. كنت مطلعه لحمه علشان خاطر هعملها في الغدا، وطبعا زي ما قلت لكم كده العيال اعترضوا على اللحمه، يعني مش عايزين بفتيك، لان ولادي اصلا مش اكيله للبفتيك، ما بيحبوش قوي، فاعترضوا عليه. قلت لهم خلاص والله ما انا عاملاه، انتوا خلاص يعني نعمل اي اكله تانية. وبالفعل عملت لهم بطاطس وبتنجان وفول وقضيناها يعني اكله شعبيه وكده. وقلت خلاص البفتيك هتبله واشيله في التلاجة لبكره ان شاء الله، او ممكن اعمله لهم في العشاء. جيت في العشاء هتاكلوا لحمه،
اللي هي البفتيك يعني، قلت اقطعه شرايح واعمله لهم شاورما. قالوا لي لا مش عايزين. قلت خلاص بقى، انا هتذل ليه ولا هتعب نفسي معاكم ليه، احسن برضو. هعمله دلوقتي، هتبله معاكم ونشوف هنعمل فيه ايه. وطبعا اللبن بتاعي على النار، ايديا فيه على طول. لما حسيت اللي هو بدأ اللي هو يفور، بدأت اللي انا اقلبه بقى بالمعلقه. يستحب اللي انت تقلبي اللبن بتاعك بالمعلقه، عشان لو في اي حاجه ولا كده ولا كده تطلع من البخار وانت بتقلبيه. انا رحت فين في الحته ديت مش متذكره قوي، بس يعني تقريبا كده كنت بمسح الارض حاجه زي كده يعني، بس ليه ما صورتهاش برضو مش عارفه يعني. المهم كده خلاص اللبن بتاعي خلاص بدأ اللي هو يطلع معايا، فهلحقه بقى قبل ما يطلع كده واروح طافيه النار. انا طبعا متاكده ان انا غلياه كويس ومقلباه كذا مره. تمام كده، تمام لحد كده الحمد لله. عايزه اقول لكم ان انا فرحت جدا جدا جدا، او اتبسطت يعني بمعنى اصح، اللي اللبن ما فرش على البوتاجاز. مش عشان خساره اللبن، لا، علشان البوتاجاز اللي انا لسه تعبانه فيه والله. تعالي بقى معايا نشوف هنعمل ايه في البفتيك دوت. طبعا انا عرضت عليهم اللي انا اعمله شاورما، كنت هقطعه وادبله وباباهم يجيب لهم فينو وهو جاي ونعمل سندوتشات شاورما، اعترضوا. فقلت خلاص بلاش، هنتبله ونحطه في التلاجة. بكرة نعمل جنبيه شوية مكرونة محمرة او مكرونة بصلصة، او زي ما يجي اي حاجة في دماغي. المهم اللي هو يبقى متبل ومحطوط في التلاجة. ممكن اتبله واشيله في الفريزر، ممكن اتبله واحطه في التلاجة يومين 3 ايام، مش اكتر من كده يعني. كده بقى معايا ايه؟ معايا هنا الصويا صوص دوت اللي انا كنت جايباه من عند العطار. حطيت كده حوالي 3 معالق، وحطيت حوالي معلقتين خل، وكمان حطيت بقى الملح وقلبتهم مع بعض. هجيب بقى التوابل بتاعتي اللي انا هحطها على البفتيك دوت. هنا ايه ديت؟ جوز الطيب، حطيت حوالي ربع معلقه. بعد كده هحط ربع معلقه زعتر، وربع معلقه اللهم صل على النبي، ايه تاني، حبهان مطحون. ربع معلقه زعتر وربع معلقه حبهان مطحون، وهحط كمان ربع معلقه روزماري، وهقلبهم مع بعض. طبعا هحط الفلفل الاسود مش هنساه، والثوم البودره والبصل البودره، وكمان ممكن احط كده بابريكا، مش فاكره حطيت ولا لا. دوت البصل حطيت كده حوالي معلقه كبيره، او البابريكا حطيت بابريكا، حطيت ربع معلقه بابريكا برضو، بس هي ظاهره لكم اللي هي كبيره، لكن لا هم حبه صغيرين. على فكره عايزه اقول لكم ان الكاميرا بتكبر غير الصوره خالص. هنا حطيت شويه قرفه وشويه جنزبيل، يعني ربع معلقه، اقل من ربع معلقه القرفه واقل من ربع معلقه الجنزبيل. الكاميرا بتكبر ازاي يعني؟ افتحي كده كاميرا الموبايل بتاعتك الاول، افتحي صوره وثبتيها كده مثلا على الكنبه، او ثبتيها على الترابيزه، وبعد كده حولي من الصوره للفيديو. هتلاقي الموضوع اختلف تماما، والكاميرا كبرت الحاجه. عشان في ناس بتفتكر مثلا ان الحاجه اللي انا مقربه قوي الكاميرا، لا والله انا مش مقربه الكاميرا قوي، لكن هي بتدي مساحه اكبر من حجمها. اكيد انتوا فاهمينها. كده خلاص بعد ما حطيت التوابل كلها على بعضيها، بدأت اللي انا اقلبهم كلهم كده ببعض، وهنزل بقى بالبفتيك بتاعي واحده واحده او قطعه قطعه، عشان اتاكد اللي كلها وصل لها التتبيله بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده اهو. هقلبهم بقى كلهم مع بعض. طبعا انا بحب اعمل كده واحده واحده عشان احس ان كله اتقلب مع بعضه، لكن لما بحط كله واقلبه كده مع بعضه بحس ان في واحده اكيد ما وصلهاش حته متنيه كده ولا كده، فاكيد ما بيوصلهاش التتبيله. اما لما بتعمليه بالطريقه دي بيبقى الموضوع مختلف تماما. كده خلاص خلصت البفتيك بتاعي وظبطته، وبقى ايه جاهز مثلا للاستعمال. بعديها بربع ساعه هستعمله، لكن انا النهارده مش هستعمله لان احنا خلاص بقينا بالليل متاخرين اصلا. طبعا بقى هحطه دلوقتي، هغطيه قصدي بالاسترتش راب دوت او بالاسترتش رول، وهحطه في التلاجة. طبعا انا كنت المفروض حطيته في علبة، وكمان العلبة يكون ليها غطا، وحطيته في التلاجة، لكن انا نسيت خالص من البداية، ورحت عاملاه في الطبق الغويط اللي انتوا شايفينه دوت. هفضي بقى الطبق تاني واغسل، فقلت مش مشكلة، انا الطبق دوت مش محتاجاه في حاجة حاليا يعني، فهحطه زي ما هو في التلاجة كده متغطي ومفهوش اي حاجة خالص. الدنيا بقت عندي تمام، والمطبخ بقى نضيف وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده، كله تحت السيطرة. الحاجتين دول بقول لكم هدخلهم التلاجة. طفيت النور، والرخامة عندي نضيفة، وغطيت اللبن، ومستحب اللي انت تغطي اي اكل انت بتعمليه،
تمام كده تمام. اي اكل اي حاجه عريانه عندك في المطبخ المفروض تغطيها. مش انا اللي بقول الكلام دوت، ده اللي الرسول هو اللي بيقول الكلام دوت. لو انت ما تعرفيش المعلومه دي ادخلي اعملي سيرش عليها وتاكدي منها، ولو انت ما بتعملهاش حاولي تعمليها بقى، علشان خاطر حرام جدا جدا جدا. تمام كده تمام. اي حاجه عندك في المطبخ عريانه مستحب اللي انت تغطيها، اي اكل انتوا بتاكلوه يعني، او ميه او اي حاجه كده. خلاص خرجت بقى على ترابيزه السفره، بدات اللي انا امسح بقى الدرج بتاعي، مطرح ما الصفى فيه برضو رواسب ميه بسيطه، فجبت فوطه نظيفه وبدات اللي انا امسحه بقى نظيف معايا وزي الفل. هبدا بقى اجيب الطماطم اللي احنا كنا عاملينها امبارح الصبح، صح كده؟ تلجت معايا اهي في الفريزر. هبدا بقى اللي انا اجيبها واحطها بقى هنا في الدرج دوت، واروح مدخلاها في الديب فريزر. الموضوع هيختلف تماما. متاكده ان الطماطم بتاعتك اتلجت كويس وكله تحت السيطره. طبعا الفريزر بتاعنا بتاع التلاجة فاضي مستعد لاي حاجه احنا هنفرزها جديده ان شاء الله. بس كده خلاص. شفت الروتين بتاعنا حلو ازاي النهارده؟ سهل وسريع، وكمان في شويه افكار ونستفيد من بعض، وحكينا مع بعض كمان وفضفضنا مع بعض. ما تنسيش بقى النهارده تكتبي لي في الكومنتات عملتي اكل ايه يا قروبه، ها؟ بس كده خلاص الروتين بتاعنا خلص معاكم النهارده. بحبكم في الله يا احلى واطيب اخوات في الدنيا دي كلها. ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك وتكتبي لي تحت في الكومنتات دعوة حلوة تكون من نصيبي ومن نصيبك، اللهم امين، ويرزق كل مشتاق ويسعدك ويسعدني يا رب. بس كده، السلام عليكم.